والفتح الرباطي والكوكب في مسار كأس الاتحاد الافريقي. كرة رجاوية على الجهة اليسرى، عبد الجليل شبيرة. شبيرة يعمل مراوغة، شبيرة يتوغل، هذه فرصة فرصة فرصة. جول جول جول. فعل الرجاء بلاعب الشاب محمود بن حليب. ورقة رشيد الطوسي تبدأ مع بداية المباراة. محمود بن حليب يصنع البسم في مدرجات الأنصار الرجاوية. نعم، هكذا الرجاء، هكذا هو الأخضر، هكذا هو النسر عندما يحلق هنا في مدينة تطوان في أول هجمة، من أول فرصة، من أول كرة، من أول لمسة. محمود بن حليب، شوف العمل هناك في الجهة اليسرى. يا عيني يا عيني يا الحفيدي، حتى له الحفيدي قال له هذه كورتنا، هذا هدفنا، هذه فرصتنا. شوف اللمسة من شبيرة، هو شبيرة الجناح، شبيرة انطلق من الجهة اليسرى، اعمل مراوغة، حطها بينية، ارسمها بينية، سطرها بينية. هنا لمحمود بن حليب. 1-0 الرجاء تتقدم، 1-0 الرجاء يتقدم. النصر بخير يا السادة يا كرام، النصر بخير يا الرجاويين. الرجاء يعود بقوة في مرحلة الإياب. هكذا وعد رشيد الطوسي. جمهورنا من انتصار الانتصار، والرجاء في العليا. هذه رسالة الأخضر. فريق الرجاء البيضاوي نفذ بسرعة عن طريق عبد جبير الذي تحرك كثيرا في الجبهة اليسرى. عصام الراقي يمر بشكل جميل، يضغط عليه نصير الميموني. عصام ونصير، وعصام عرضية. ثالث للرجاء. الحفيدي يفعل نعم، الحفيدي يفعل نعم. سجل في الأسبوع الماضي أمام المغرب الرياضي الفاسي، هو يعود مرة أخرى ليسجل. جمهورك نعم يا الحفيدي، يقول لك الله يحفظك يا الحفيدي. بعد هذا الهدف الثالث، مرور ممتاز، مرور جميل من عصام الراقي على الجهة اليسرى. فعلا هدف يحسب لعصام الراقي. هنا سنشاهد الإعادة. شوف العمل الكبير اللي قام به عصام. هيئ الكرة داخل المنطقة، سوء تموضع المدافعين، سوء التعطيل من مدافعي فريق المغرب التطواني. هنا كان حر طريق بعيد عن الرقبة عصام الراقي، والتمريرة بعد ذلك. شوف هنا مرور عصام، انطلاقة عصام، كان راقيا في أدائه وفي هجمته، والمتابعة كانت حاضرة من طرف عبد الإله الحفيدي اللي استغل هنا سوء التغطية الدفاعية ويتمكن من إضافة الهدف الثالث لفريق الرجاء البيضاوي. إذا تتغير النتيجة. هل يمكن نقول بأن الرجاء حسم الأمور تماما؟ 3 نقاط ستقرب أكثر من الوصيف الفتح الرباطي. إذا من يكسب الريان؟ من يتفوق على من؟ يمشي عصام الراقي، ثاني للرجاء. الراقي كان راقيا، يتفوق على عدنان العاصمي. استيريا في المدرجات، انصار الأخضر. النصر يعود إليكم من جديد، النصر يعود من جديد يا عصام ويا أنصار الرجاء. رغم المعاناة ورغم الأحزان، هكذا هي الصورة في مدرجات الأنصار، بفرحة بعد الثاني عن طريق عصام الراقي. وجيب من الشباك يا العاصمي. فريقك عنده الوقت للعودة في النتيجة. هذا وعصام الراقي. انتداب الميركاتو الشتوي، عاد عصام وعادت مع الفرحة في القلعة الرجاوية. يا رشيد يا الطوسي، فعلا حبيبي داخل منطقة الجزاء. فرصة فرصة فرصة. جول جول جول. أوساغونا يسجل الرابع. أوساغونا يعود إليكم من جديد. أوساغونا يعود للقلعة الرجاوية على إيقاع هدف في مرمى الفرقة التطوانية. أوه يا لا من مباراة. كبرياء
ضوء الرجاء، شموخ الرجاء، اصرار الرجاء على الانتصار. شوف بابا توندي يتلاعب بالمدافعين حتى بهذه الصورة. القناص الساغونا، هذه ورقة التوصي، هذه ورقة التوصي قبل لحظات. متابعة للكرة الثانية، الساغونا حطها في الشبكة. 4-2 للأخضر، 4-2 للأخضر. الرجاء من جديد يوسع الفارق بينه وبين تطوان. عصام الراقي يرجع داخل المنطقة، فرصة جول جول. الله 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 يا الحفيدي، ما روعك يا الحفيدي، ما أجمل هدفك يا الحفيدي، بطريقة الكبار يا الحفيدي. أنت كبير بهذا الأداء يا الحفيدي، دونت الأهداف في مرمى الماس، أنت تدون في مرمى تطوان. 5 وخميس يا رجاء، 5 وخميس عليك يا رجاء، ال5 في المرمى التطوانية يا رجاء. هكذا هي إشارات الأنصار الرجاوية. 5 وخميس يا الأخضر، هذه الإعادة، هذه لمسة الحفيدي، ما يرحمهمش الحفيدي. حط الجول بطريقة جميلة، من حقك تفرح يا الحفيدي. هذا الخامس يا الحفيدي، مهرجان رجاوي في الميدان التطواني. 5-2 تذكر السير الرجاوية في المرمى التطوانية هناك بمركب محمد الخامس. شوف لمسة الراقي عصام، اسم على مسمى، حطها له، قال له هذه ال5، نعم الراقي كان راقيا في اللمسة.